في بعض الاصدقاء لما بيشوفوا شخص عنده نوبه هلع هم نفسهم بيجي لهم فريز، بيتجمدوا مش عارفين يعملوا ايه. الشخص اللي بيجي له نوبه هلع محتاج منك ما تقعدش تقول له اطمن ما تقلقش. كوني حتى بقول له ما تقلقش معناه ان في حاجه تستدعي القلق وانت بتطلب مني ان انا ما اقلقش، فهو هيقلق زياده. ادي اول غلطه. تاني حاجه هو بيحتاج ان احنا نبقى واقفين جنبه، بيحتاج ان احنا نبقى بنحاول نعمل له نوع من انواع التدليك في ايده، نبص له في عينيه ونقول له بص في عينيا، ركز معايا، حاول تخليه يتحكم في سرعه تنفسه، وفي نفس الوقت ما تخليهوش يبقى محاط بناس كتيره كل نظراتهم ليه تخليه يتوتر زياده. كلمه ما تقلقش وان اللي حواليه بيبصوا له على ان هو عنده حاجه غريبه ده بيزود التوتر بتاعه. فالافضل نقعد في مكان هادي، نمسك الايدين جامد ونحاول ان احنا نخليهم يركزوا معانا ونتكلم معاهم، لان اكتر حاجه بتفيد في اللقطه اللي عنده نوبه هلع هو ان انا احاول اشغل تفكيره عن التفكير في الاعراض اللي موجوده عنده. فيا اما اقول له بص على الشجره دي، بص الورق بتاعها شكله ايه، بص الست دي لابسه بنطلون لونه ايه، ده جينز عليه تيشيرت شكلها ايه. فانا بحاول اخد تفكيره في حته بعيده عن انه يبقى مركز في الاعراض اللي حصلانه.